الليلة برنامج يا زول في أول حلقة له من السودان بعد ما بدأ حلقاته السابقة من مصر مع جاليتنا السودانية هناك. الليلة بيبدأ أولى خطواته مع مبادرة الخرطوم خضراء اللي بتنفذها مجموعة من الشباب والشابات اللي قلبهم على البلد والعاوزين يجملوا عاصمتنا وحياتنا ويجعلوها عاصمة راقية وجاذبة ومتطورة ومخضرة. الليلة برنامج يا زول حيكون برعاية أسواق النيلين، وهي أول سوق سوداني إلكتروني متعدد التجار ونظام توصيل لشحن وتوصيل الطلبات، وهو أول نظام شحن وتوصيل سوداني بيجمع ما بين التجار ومناديب التوصيل. وحلقتنا الليلة فيها 3 أسئلة: مثل سوداني، شخصية سودانية، ومنطقة سودانية. وده لأنه هدف برنامجنا هو تعزيز هويتنا الوطنية وربط الأجيال الحالية بتاريخنا وعاداتنا وتقاليدنا وبلدنا بكل مناطقها. مرحب بكم، معكم أنا ياسمين الفاتح في برنامج يا زول، ويلا نبدأ أول فقراتنا. السؤال الأول هو عبارة عن مثل سوداني بيقول: بليلة مباشر ولا ضبيحة مباشر. عاوزينك تورينا المثل معناه عن المثل إنه هو بليلة مباشر ولا ضبيحة مباشر، يعني إنه شنو الزول تعمل له بليلة وإنت مبسوط ومرتاح وما تحسسه بإنه هي شنو الحاجة دي عبء عليه، تمام؟ وخير من إنك شنو تعمل له تذبح له أي ضبيحة وإنك أخلاقك فوق وزالي بها وبعدين تمشي أنا ضبحت له وأنا عملت له وكده إن شاء الله. يعني مثلا إنه زول يعمل لك بليلة الحاجة البسيطة دي يكون مبتسم بوشك مبسوط سعيد يعني يا زول. طيب ما زول يذبح لك ضبيحة اللي هي الحاجة القيمة دي وتكون مكشر بوشك ما مبسوط بوجودك كده. بليلة مباشر ولا ضبيحة مباشر. طيب يعني إنسان يقدم لي بليلة وهو مبتسم وبشوش الوجه وكده يعني بشاشة وعفوية، ولا إنسان يعني مثلا يذبح لي وهو مكشر أو أصلا ما راضي إنه أنا أجيه كده. أيوة يعني دلالة على الكرم والشجاعة، يعني إنه الكرم ما بالغيمة ما بالحاجة. يعني البليلة مع وجه مبتسم أحسن من الضبيحة وزول مكشر وصار. المثل انه هو اذا انت مثلا ممكن تمشي لزول الزول ده انه هو يعني يرحبك وكده بحاجه بسيطه، وما تمشي لزول يديك حاجه كثيره وانه هم كشر لك وشه وكده، فهمتي؟ فالمثل ده بيتقال اذا انت مشيت لاهلك او اقاربك او حاجه بالشكل ده، فهم لو رحبوا بك انه اديك حاجه بسيطه، حتى جابوا لك كوبايه شاي كوبايه جبنه وهم بيضحكوا الناس معاك كده جو بيكون لطيف وانت بتحبهم وكده. لكن اما اذا مشيت لهم عملوا لك حاجه يعني كبيره وكده، فالبرنامج بيكون شنو؟ يعني هم كشر لك وشك ما حتكون مرتاح معاهم. ده يا زول. ايوه يا زول ايوه. يعني تمشي حته تمشي عزومه فيها زول وشوش ولا تمشي حق الزول ده. تمشي عزومه ما انت قلت يعني بليلة مباشر يا زول والله. معنى المثل انه يعني مثلا لما امشي لناس فاحسن انه يدوني بليله اللي هي الحاجه البسيطه، بيدوني ليها بوش بشوش وصدر رحب، بيكونوا حابين وجودي ومتقبلينه احسن من انه يعملوا لي حاجه كثيره وضبيحه عديد بس ما متقبلين وجودي، ولا يقبلوني بوش صاري او يتعاملوا معي تعامل مو كويس، او احس انه انا هم متقبليني ومتقبلين وجودي معاهم. يا زول يا زول يا زول. بليلة مباشر ولا ضبيحة مباشر بيدل على الكرم، يعني زول يقدم لك حاجة بسيطة ووشه مبتسم خير من زول يقدم لك حاجة كثيرة ومكشر وشه عليك وترجع. يا زول. هي بالنسبة كل الكرم المثل ده إنه أنت تعمل الحاجة بسيطة وتكون يعني بشوش كده من كل قلبك، أو ما تعمل حاجة كثيرة وتكون مكشر. يا زول إن شاء الله. بليلة مباشر ولا ضبيحة مباشر.
يعني الناس تنتظر الضحية وتطبح الخرفان وتاكل اللحم. يا زول ما ممكن عادي يكون كده يعني، لأنه يعني دليل في طبح في الموضوع. الطبح ده الضحية. ها؟ لا كده شوف الثاني. أنا المثل بتاع الكوش يعني فاتوقع. طيب تمام يا محمد. والله المثل ده ما عارفة يا زول والله. بليلة مباشر ولا ذبيحة مباشر؟ بديلة ذبيحة يعني مثلا الزول يكون قلت شنو؟ بليلة مباشر ولا ذبيحة مباشر؟ مثلا بتستخدم للزول يكون عمل حاجة أو مثلا بيكون مثل انه مباشر تاكل البليله تحت الزول مبتسم ولا تاكل الذبيحه تحت يا زول يا زول. السلام عليكم ورحمة الله. أنا متى متصل بالله. حاليا مؤسس مبادرة الخرطوم خضراء. فالليلة كان يوم جميل في بحري، ده أول يوم ليلة في بحري، فالإحساس كان جميل يعني إنه من مكان ما فيه خضرة وما فيه يعني حياة كده، إنه الناس دي كلها تجي يعني مئات الشباب يجوا عشان يعمروا البلد، فإحساس جميل والله إنك تعمر في البلد. بتمنى كل الناس تيجي تحس بالإحساس ده، تقدر تستفيد من بلدها، تستفيد من الموارد حقتها وتعمر فيها. يعني انت ممكن تاخذ فتره بسيطه من وقتك وعشان خدمه بلدك يعني. فشكرا لكم مشاهدينا الجميلين، شكرا لقناه يا زول، واتمنى كل الناس تيجي تشارك معنا في مبادره الخرطوم خضراء. طيب السؤال الثاني هو عبارة عن منطقة سودانية اسمها سالي، عاوزين نعرف سالي ابتدت في أي ولاية من ولايات السودان؟ والله سالي على حسب الثقافة انه هي في منطقة الشمالية على اتجاه على ما اعتقد دنقلة، لكن التفاصيل شنو انا ما عارف. يا زول ايوه. وفي النيل الازرق يا زول منطقة حدودية، لكن اكتفي كده ثاني ما اعرف عنها تفاصيل. يا زول كثقافة بس عرفتها يعني. سالي دي كانت فيها حرب صح؟ يا زول يا زول. سالي دي تقريبا في الغرب شمال دارفور وحاجة زي شمال دارفور. أيوة سالي تقريبا في الولاية الشمالية في قريب من دنقلة على ما اعتقد تابعة لمحلية الجولد. يا زول ان شاء الله. يا زول ان شاء الله. انت مصير على الإجابة؟ مصير ايوه. سالي ايوه. منطقة في شرق. يا زول تقريبا. يا زول تقريبا صح؟ سالي دي بتقع في الشمالية جنب نهر يا نهر زول النيل، يا زول شرقي نهر الشمال، شرقي نهر. يا زول. الله أكد يا زلمة. طيب ان شاء الله. منطقة سالي بتقع في العزيزة دارفور، بتقع في وسط دارفور. يا هي بقت زول. هي يا زول يا زول صح؟ هي بقت العاصمة حاليا، زمان ما كانت العاصمة بس حاليا بقت العاصمة. سالي عاصمة دارفور. يا زول يا زول. سالي تقع شمال النيل الأزرق يا زول بين أنا أظن بين الكرمك والدمازين. يا زول كمان. أيوة. طيب تمام. يا زول يا زول يا زول. سالي في شمال السودان. يا زول يا زولا يا زول يا زولا يا زول يا زولا. سالي شمال السودان. يا زول سالي معناها دارفور. يا زول. وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا، وألف ألف مبروك لكل الفائزين معانا في الحلقة دي، وشكرا كمان لكل اللي شاركونا، وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج يا زول. ابقوا طيبين. Go!
فزت بجائزة اليوم. شكرا أسواق النيلين وشكرا قناة يا زول. أنا فزت بجائزة اليوم. شكرا أسواق النيلين وشكرا قناة يا زول. أنا فزت بجائزة اليوم. شكرا أسواق النيلين وشكرا قناة يا زول.